عطل البنان. نرحب بكم اعزائنا المشاهدين في شوط اللقاء الثاني، الهلال ومريخ الفاشر ضمن لقاءات الاسبوع الرابع عشر للدوري الممتاز. شوط اللقاء الاول انتهى بتقدم الهلال بعد محمد عبد الرحمن طبعا جكسه في الدقيقه السادسه عشر من زمن شوط اللقاء الاول. الان شوط اللقاء الثاني بعد الاخراء الفنيه الحاضره صلاح ابو رنات مدرب مريخ الفاشر، وايضا كابتن طارق العشري مدرب فرقه الهلال لشوط اللقاء الثاني ما بين الفرقتين. سريعا نذكر بمحتويات المباراه. فرقه الهلال يونس الطيب في حراس المرمى، خط الدفاع عاطر الطاير، سيف مساوي، عبر الدمازين، فداسي، وفي خط الوسط وليد علاء الدين، ابو عقل عبد الله، نصر الدين الشغيل، صهيب الثعلب، وصلاح الجزولي، ومحمد عبد الرحمن. في الهجوم تشكيله مريخ الفاشر حسن عثمان في حراس المرمى، اسماعيل صديق، عباد عبد الله ودراو، مشرف زكريا في خط الدفاع، وفي الوسط ادمز ويليامز، محمد بوسه، عبد الرحمن، محمد ووحيدا في الهجوم ديفيد الينا في خط الهجوم لمريخ الفاشر في هذه المباراه. طاقم تحكيم اللقاء معاويه علوان حكم الساح، عبد الرحمن محمد مساعد اول، ومختار عوض الله مساعد ثاني، وعبد العزيز جعفر الحكم الرابع في هذه المباراه. الان شوط اللقاء الثاني نتمنى ان نشاهد فيه اداء كما تابعنا شوط اللقاء الاول، وشاهدنا اداء جميل من الفرقتين في هذه المباراه. تعود كره من سيف مساوي تتحول من اثر الطاير، كره ملعوبه اماميه ودخول حاضر وتغطيه تعود لصالح مريخ الفاشر. تسديده حاضره بالصهيب الثعلب، ولكن الكره ضعيفه تتحول الى خارج الملعب. تعود ركله مرمى لصالح مريخ الفاشر. تشجيع هلالي من الجماهير الهلاليه الحاضره في هذه المباراه. تعود كره ملعوبه اماميه من حسن عثمان، تعود راسيه من محمد عبد الرحمن، تعود لصلاح الجزول، ولكن تحول مره اخرى لمريخ الفاشر. فضل التوم بكل اريحيه، فضل التوم يحول كوره تعود لصالح مريخ الفاشر، ولكن عدم تفاهم ما بين ديفيد الينا وادمز ويليامز في الكره الماضيه. تعود ليونس الطيب، تتحول لمعاي فداسي يحول الكره لعمار الدمازين، تعود لفداسي مره اخرى، ضغط حاضر من فضل التوم، تتحول كره اماميه ولكن صافره من علوان، وخطا لصالح مريخ الفاشر. شوف الكره الماضيه، خطا لصالح مريخ الفاشر. عماد عبد الله غائد المريخ يحاول كره اماميه تعود لمحمد موسى ولكن مقطوعه، تتحول كره لصالح ابو عقل عبد الله، تحول لعب على الطرف الايمن لاطهر الطاهر، يحول الكره راسيه تعود لوليد علاء الدين للشغيل، نصر الدين الشغيل يحول كره لصهيب الثعلب، تعود انطلاقه لصلاح الجزولي، ولكن كره مقطوعه، تتحول وتعود خطا لصالح مريخ الفاشر. شوف الاعاده، صلاح الجزولي ودخول على محمد موسى والصافر من حكم اللقاء معاويه علوان، ويشير لخطا لصالح مريخ الفاشر. حسن عثمان يحاول كرة اماميه، تعود راسيه من نصر الدين الشغيل، تتحول لصالح الهلال وليد علاء الدين، ولكن حاضر، تغطيه حاضره من عماد عبد الله، تعود لصالح الهلال، تحول الكرة تعود للخلف، تتحول لابو عقل عبد الله، ابو عقل يحول الكرة لصلاح الجزولي، وتسديده كون الهدف الثاني من تسديده ارضيه صاروخيه هزت شباك حسن مصطفى او حسن عثمان في الدقيقه الخامسه من زمن شوط اللقاء الثاني عن طريق الدبابه السودانيه. صلاح الجزولي يضع الهدف الاول في الدقيقه الخامسه من زمن شوط اللقاء الثاني. صلاح الجزولي بكره ارضيه صاروخيه هز الشباك الحارس حسن عثمان. وتحيه للجماهير الهلاليه الحاضره في تشجيعها وفي الموزه. شوف العاده، شوف صلاح الجزولي، ولكن دائما هو ما يرفع الكره، وفي هذه المره
جاءت الكرة وتسديدة أرضية، هدف ثاني لصالح الهلال، ولكن مرور بامتياز وتسديدة أرضية جميلة. هز الشباك حسن عثمان، حول كرة أمامية تعود لعمار الدمازين. عمار الدمازين يحول كرة لأتر الطاهر، تعود لمريخ الفاشر. الهلال حتى الآن متقدم بهدفين أعزائنا المشاهدين، ونحن نلعب في شوط اللقاء الثاني. هدف أول محمد عبد الرحمن، هدف ثاني عن طريق صلاح الجزولي، وخطأ لصالح مريخ الفاشر حكم اللقاء بكل صرامة في الكرة الماضية، يشير لخطأ لصالح مريخ الفاشر. شوف الإعادة والمحاولة للمرور، ولكن خطأ لصالح اسماعيل صديق. تعد كرة محكوسة من اسماعيل ولكن راسية عن طريق عمار الدمازين. عمار الدمازين بكل ثبات بكل هدوء في قلب دفاع الهلال مع سيف مساوي. تعود كرة ليونس الطيب حارس مرمى الهلال. يونس يحاول كرة لعمار لسيف مساوي. سيف مساوي تعود لأطهر الطاهر. أطهر الطاهر يحاول كرة جميلة على الطرف الشمال لفداسي، ولكن كرة مقطوعة تعود لصالح مريخ الفاشر. انطلاقة لفضل التوم، فضل التوم تعود لسيف مساوي. سيف مساوي تغطية وتتحول الكرة إلى خارج الملعب. تعود ركلة مرمى لصالح الهلال. تبديل غادم وركلة مرمى على تنفيذ الكرة سيف مساوي. سيف مساوي يحول كرة أمامية، تعود راسية من عماد عبد الله، تحول للشغيل، تعود لفضل التوم. فضل التوم لاعب ممتاز فضل التوم في خط وسط مريخ الفاشر، متحرك حتى الآن في جميع الاتجاهات. تعود كرة لمحمد عبد الرحمن، تحول كرة لصهيب الثعلب. الثعلب يعمل كرة جميلة، كرة جميلة ولكن مرة تعدت وتعود لصالح مريخ الفاشر. تتحول كرة لكايا، تعود لفضل التوم ولكن مقطوعة. ابو عقل عبد الله يحول كرة امامية ولكن خروج حسن عثمان. حسن عثمان حارس مرمى مريخ الفاشر يحول كرة امامية تعود لديفيد ألينا، وخطأ خطأ لصالح الهلال. شوف الكرة ولكن عدت ومرت الكرة الماضية. تتحول الآن كرة لصالح الهلال. أطهر الطاهر، أطهر الطاهر وضغط من اسماعيل صديق. تعود لنصر الدين الشغيل لأبو عقل عبد الله. أبو عقل عبد الله تعود لعمار الدمازين. عمار الدمازين تسديدة من محمد عبد الرحمن. جول محمد عبد الرحمن. محمد عبد الرحمن الهدف الثاني لهذا اللاعب في مرمى حسن عثمان، في مرمى مريخ الفاشر، والهدف الثالث لهلال الملايين الذي هل اليوم عن طريق اللاعبين الشباب وروح الشباب حاضرة في هذه المباراة. والهدف الثالث لصالح الهلال، هدف بامتياز من محمد عبد الرحمن. شوف العادة، شوف الإعادة، والله هدف يدرس. كرة ملعوبة شمال الحارس حسن عثمان عن طريق الشبل محمد عبد الرحمن. الآن تبديل دخول الصادق النور بالرقم 10 وخروج ديفيد ألينا. تبديل صحيح، تبديل 10-10 للكابتن صلاح مدرب مريخ الفاشر. ديفيد ألينا لم يقدم أداء في هذه المباراة حتى الآن. تغطية حاضرة عليه من لاعبي الهلال بالتحديد عمار الدماسين. والهلال يسجل الهدف الثالث عن طريق الشبل محمد عبد الرحمن. هدف بامتياز في مرمى حسن عثمان. في اللقاء الماضي ايضا وضح هدف جميل في شباك هلال الفاشر. نصر الدين الشغيل لابو عقل عبد الله. صهيب الثعلب تعود لسيف مساوي. سيف مساوي يحول كرة لعمار الدمازين. عمار الدمازين. هناك طبعا زعل واضح جدا من جماهير الهلال على لاعبي الهلال، ولكن
الهلال كما ذكرت يمرض ولا يموت. سوف يعود الهلال، ولكن هذا تغيير طبيعي لجميع الأندية الكبرى، ما يكون هناك هزة في الأداء وعدم أداء وخروج من البطولات على المستوى الإفريقي أو الغار في جميع العالم وأيضا على المستوى المحلي. تعود كرة لوليد، انطلاق الآن لفداسي، فداسي يحول كرة لجاكسا، يحول كرة ولكن تتحول إلى خارج الملعب. تعود رمية جانبية لصالح الهلال. نتمنى الهدوء. حتى الآن أداء ممتاز، روح رياضية جميلة في هذه المباراة، لم نشاهد أي بطاقة صفراء. طارق العشري في التوجيه، هذا المدرب المتميز طارق العشري كما ذكرت، هذا المدرب تاريخ كبير في الكرة المصرية لطارق العشري بالتحديد مع حرس الحدود في كاس مصر وكاس السوبر، وأيضا لعب للمنتخب العسكري وفاز معه بكاس الأمم وكاس العالم، وغاد أيضا المنتخب العسكري المصري. خطأ لصالح الهلال، تحول الكرة معكوسة ولكن راسية حاضرة، تعود لسهيب ولكن تغطية عن طريق عبد الله، تعود مشرف زكريا، تتحول كرة لصالح وليد علاء الدين، وليد يحول الكرة لسهيب الثعلب، سهيب الثعلب محاولة للمرور ولكن تعود لنصر الدين الشغيل، تعود للخلف من فداسي، فداسي يحول كرة لأبو عقل عبد الله، تعود ليونس الطيب، يونس تتحول لفداسي، معاوية فداسي ولكن تمر إلى خارج الملعب، تتحول من فضل التوم إلى رمية جانبية. هناك أيضا تبديل حاضر لمريخ الفاشر، تبديل الثاني من الكابتن صلاح أبو رنات مدرب مريخ الفاشر. خروج آدمز ويليامز، نيجيري آدمز ويليامز يخرج، ودخول الصادق والتبديل الثاني لمريخ الفاشر، صادق شلشل، تتحول كرة ولكن تعود لمريخ الفاشر، تتحول على الطرف الشمال لمريخ السلاطين في الموسم الرابع له في الدوري الممتاز، أول فريق يمثل شمال دارفور في هذه المنظومة في الدوري الممتاز، وأفضل مركز كما ذكرنا السادس كان في الموسم الأول، الموسم اللي فاز فيه المريخ بالبطولة، وجاء الهلال في المركز الثاني ب 61 نقطة. كان لعب 26 مباراة، فرقة مريخ الفاشر فاز ب9 مباريات، وكرة ملعوبة ولكن تعود من حسن عثمان، يحاول كرة أمامية، فاز في 9 مباريات وأيضا تعادل في 9، خسر 8 مباريات، سجل 36 نقطة في أول موسم. تعود كرة تتحول مقطوعة ولكن صافرة على عبد الرحمن كايا، صافرة على عبد الرحمن كايا وخطأ لصالح أبو عقل عبد الله. بطاقة الصفراء الأولى في المباراة لعبد الرحمن كايا، يشير الحكم معاوية علوان لهذا اللاعب عبد الرحمن كايا في الكرة الماضية والدخول على أبو عقل عبد الله، وخطأ لصالح الهلال. 12 دقيقة تمر مشاهدينا من زمن شوط اللقاء الثاني، تقدم الهلال بهدف ب3 أهداف، 3 أهداف، هدفين لمحمد عبد الرحمن وهدف حاضر لصلاح الجزولي. تعود كرة للجزولي، صلاح الجزولي، تتحول كرة تعود لوليد علاء الدين، نصر الدين الشغيل لصالح عمار الدمازين، عمار الدمازين لصلاح الجزولي، تعود للشغيل لعمار الدمازين، عمار الدمازين يحول كرة لأبو عقل عبد الله، أبو عقل عبد الله تتحول الكرة لسهيب الثعلب، سهيب الثعلب، الثعلب يحول كرة تعود الونتو، كرة خطرة خطيرة خطيرة، جون جون! سهيب الثعلب يضع الهدف الرابع، الهدف الرابع في الدقيقة 15 من زمن شوط اللقاء الثاني. يستطيع الثعلب
أن يكون ثعلب في الكرة الماضية ويسجل الهدف الرابع للهلال في هذه المباراة في شباك حسن عثمان، والهدف الأول لهذا اللاعب للهلال في الدوري الممتاز صهيب الثعلب. تحية خاصة بكل تأكيد. الآن شوف الإعادة وفي الإعادة إفادة الونتو حاضر وتسديدة صاروخية تخصصية من الثعلب يضع الهدف الرابع، هدف رابع للهلال. تحية للجهاز الفني وأيضا من محمد عبد الرحمن لاعبين الشباب. هذا هو المطلوب للكرة السودانية وللهلال أيضا، أن يكون المستقبل لهؤلاء اللاعبين الشباب. تعود كرة الآن على مستوى حراسة المرمى يونس أثبت الكفاءة، على مستوى خط الدفاع هنالك طبعا عمار الدمازين الآن أداء ممتاز بخبرة، يستفيد من سيف مساوي، أيضا أثر الطاهر فداسي أيضا لاعب شاب على الطرف الشمال. في خط الوسط الآن أكثر من لاعب، وليد علاء الدين، أبو عقل عبد الله، صهيب الثعلب، بالإضافة للشغيل. في الهجوم محمد عبد الرحمن والخبرة. وهنا طبعا هؤلاء هم جماهير الهلال، هؤلاء هم فتية الهلال الحاضرين في جميع الملاحم الكروية المحلية والخارجية بالنسبة للهلال. تعاد كرة ولكن صافرة وخطأ، خطأ لصالح الهلال، خطأ لصالح الهلال. طارق العشري المدرب المصري في أول مسيرة هنا في السودان مع الهلال ذكر بأنه سوف يحقق نجاح كبير مع الهلال، ولكن لم يوفق في البطولة الإفريقية، وخير بكل تأكيد في غيره في العام القادم في النسخة القادمة لدوري أبطال إفريقيا. الآن تعود كرة صهيب الثعلب يحاول كرة، تعود لوليد، وليد علاء الدين، وليد علاء الدين يحاول كرة لصهيب الثعلب، صهيب الثعلب يحاول كرة، تعود انطلاقة لصهيب، ضغط حاضر من الصادق، تعود كرة لوليد، وليد علاء الدين يحاول لعب بامتياز، تعود كرة على الطرف الأيمن لصالح الهلال، البحث عن زميل سيف مساوي، أبو عقلة، الونتو، الكرة تسديدة ولكن الكرة تمر إلى ركلة مرمى لصالح مريخ الفاشر. بدأوا اللاعبين نفسيا يكونوا مرتاحين منذ اللقاء الماضي مع هلال الفاشر، وفي هذا اللقاء مع مريخ الفاشر واضح جدا الارتياح النفسي. تعود كرة تتحول للصادق ولكن كرة مقطوعة، تعود لسيف مساوي، نصر الدين الشغيل يحول كرة لفداسي، معاوية فداسي تتحول لسيف مساوي، سيف تتحول لياسر الطاهر، تعود لسيف مساوي مرة أخرى. 20 دقيقة تقدم الهلال برباعية، ثاني أكبر فوز للهلال حتى الآن في هذه البطولة بعد فوز على الأمير ب8 أهداف، وكان فوزه في الأسبوع الماضي على هلال الفاشر بثلاثية هو ثاني أكبر فوز، ولكن اليوم سجل رباعية. تعود كرة لأبو عقل عبد الله، أبو عقل عبد الله يحول كرة أمامية للجزولي، تعود لأبو عقلة، أبو عقل عبد الله يحول كرة انطلاقة الآن على الطرف الأيمن، ولكن دخول بقوة بالكرة الماضية، وبوتاغة صفراء الثانية حاضرة، البوتاغة الصفراء الثانية حاضرة من معاوية علوان. إسماعيل صديق وخطأ لصالح الهلال. خطأ لصالح الهلال، تراجع لاعبي مريخ الفاشر، كرة محكوسة وكرة خطرة ولكن تغطية حاضرة. تعود مرة أخرى صهيب الثعلب يحاول كرة، تعود ضغط حاضر، تعود لصهيب، تتحول لفضل التوم، معاوية فداسي ولكن تعود مقطوعة لمحمد موسى للانطلاقة للصادق شلشل، الصادق يحول كرة لمحمد موسى ولكن أبو عقل عبد الله. والآن البطاقة الصفراء الثالثة، 3 بطاقات صفراء هذه المرة للهلال ولأبو عقل عبد الله، خطأ لصالح مريخ الفاشر. فريق كما ذكرت أداؤه خارج
ملعبه أفضل من أداؤه داخل ملعبه. في أرضه كان خسر من النيل من الأهلي خرطوم بهدف في الأسبوع الثاني، وأيضا خسر من المريخ العاصي بهدفين مقابل هدف، من الخرطوم الوطني بهدفين مقابل هدف وحيد، وأيضا خسر من الأهلي ود مدني بهدفين مقابل هدف وحيد. ولكن خارج أرضه جاء بنتائج إيجابية في هذا العام. خطأ لمريخ الفاشر. الهلال حتى الآن خسارة وحيدة أمام النيل شندي ب3 أهداف مقابل هدفين. خسارة جعلت الكل يبحث عن آخر انتصار على الهلال من أندية الولايات في الدوري الممتاز بهذه النتيجة الكبيرة ب3 أهداف مقابل هدفين. تعادل وحيد. تعود كرة ملعوبة ولكن بعيدة، تتحول إلى ركلة مرمى لصالح الهلال. كرة ملعوبة لمحمد خميس، تتحول إلى ركلة مرمى لصالح الهلال. يونس الطيب على تنفيذ الكرة، تعود لعمار الدماسين. عمار الدماسين لفداسي. فداسي يحاول الكرة مرة أخرى لعمار الدماسين. عمار الدماسين يحاول الكرة أمامية لمحمد عبد الرحمن. تعود رأسية لصالح مريخ الفاشر. فداسي يحاول الكرة أمامية. تعود مرة أخرى لمحمد خميس. أبو عقل عبد الله لسهيب الثعلب. سهيب الثعلب تحويل كرة لوليد. وليد علاء الدين تسديد يا سلام، ولكن تتحول الكرة من حسن عثمان. حسن عثمان يحول الكرة إلى خارج الملعب. تعود ركلة ركنية لصالح الهلال. وليد علاء الدين عمل كرة صاروخية، ولكن حسن عثمان كان حاضر في الكرة الماضية. حسن عثمان أداء ممتاز في هذه المباراة رغم الرباعية، ولكن أنغز فريقه من أكثر من كرة خطرة عن طريق هذا اللاعب الشاب وليد علاء الدين. أداء ولا أكثر من رائع. تعود كرة معكوسة رأسية. تعود مرة أخرى لوليد علاء الدين. وليد علاء الدين. وليد يعمل كرة معكوسة. تعود رأسية وكرة، ولكن تعود لحسن عثمان حارس مرمى مريخ الفاشر. تتحول كرة أمامية الآن لمريخ الفاشر، انطلاقة ولكن تعود ليونس. 22 دقيقة تمر مشاهدينا متابعينا في كل مكان عبر قناة النيلين الرياضية. شوط اللقاء الثاني، لقاء الهلال مريخ الفاشر ضمن لقاءات الأسبوع الرابع عشر للدوري الممتاز. حتى الآن تقدم الهلال برباعية. تعود كرة تتحول لصالح الهلال ولكن مقطوعة لعبد الرحمن كايا. كايا يحول كرة أمامية للصادق شلشل. صادق يحول كرة بينية لفضل التوم. فضل التوم على الطرف الأيمن، ضغط من فداسي. تعود لمحمد موسى. كرة معكوسة ولكن تعود مرة أخرى لمريخ الفاشر. تعود لصالح الهلال. سيف مساوي لوليد علاء الدين. وليد علاء الدين حاضر في الهجوم، حاضر في الوسط، حاضر في الدفاع. تتحول كرة للشغيل. تعود لأبو عقل عبد الله لفداسي. فداسي يحول كرة تتحول أمامية لسهيب الثعلب. تعود مرة أخرى لمعاوية فداسي. فداسي يحول كرة لأبو عقل عبد الله. أبو عقل عبد الله تتحول على الطرف الأيمن لأطهر الطاهر. أطهر الطاهر لسيف مساوي. سيف مرة أخرى يحول كرة أمامية. تعود للشغيل. نصر الدين الشغيل. تتحول لأطهر الطاهر على الطرف الأيمن. تعود لعمار الدماسين. عمار الدماسين والبحث عن زميل. يحول كرة لأبو عقل عبد الله. أبو عقل كرة خاطئة. تعود مرة أخرى لمحمد عبد الرحمن. تتحول لوليد. انطلاقة لسهيب وتعود كرة ولكن تعود عند الحارس حسن عثمان، لأن هناك تبديلات 3 خاتمة لطارق العشري. كاريكا بشة. تعود كرة والجزولي صلاح الجزولي. تتحول كرة تسديدة ولكن الكرة تقلش من وليد علاء الدين. الكرة الماضية. تعود انطلاق الآن لمريخ الفاشر. الصادق يحول كرة الآن ولكن راية حاضرة من عبد الرحمن محمد وركلة حرة غير مباشرة. تبديلات هلالية غادمة. كاريكا بشة وخروج سهيب الثعلب
إيشيا أيضا. صهيب الثعلب يخرج. تحية لبشة ولكاريكا. إذا صهيب يدخل بشة. خروج محمد عبد الرحمن. يدخل مدثر كاريكا. خروج وليد علاء الدين والدفع بإيشيا. 3 تبديلات هلالية حاضرة للمدرب المصري طارق العشري. كاريكا، بشة، إيشيا الذي نجا من الشطب الأخير طبعا لمحترفي الهلال. فقط أصبح إيشيا حاضر، وأيضا مكسيم في حراسة المرمى. وإذا استمر يونس بهذا الأداء أتوقع أن يكون حاضر يونس في حراسة مرمى الهلال. دائما الهلال ما يقدم حراس للكرة السودانية وحراس للغرة الإفريقية بتاريخه الكبير. تعود كرة بشا يحاول كرة، وكرة خطيرة لجزولي، ولكن تعود كرة مقطوعة. تتحول الآن 25 دقيقة تمر أعزائنا المشاهدين من شوط اللقاء الثاني. تقدم الهلال برباعية، والآن المد الهجومي حاضر عن طريق بشا، كاريكا، إيشيا. تعود كرة ومريخ الفاشل. هناك تبديلين حاضرين، والآن تبديل الثالث والأخير غادم لمريخ الفاشل. محمد الجيلي رقم 15. آخر أوراق المدرب صلاح أبو رنات الذي جاء خلفا لمعتصم خالد يوم اللقاء الثاني. فاز على الأهلي ود مدني بهدفين دون مقابل يوم اللقاء الثاني لهذا المدرب. تتحول كرة، تعود لمريخ الفاشل، كرة خاطئة. تتحول لمحمد موسى. محمد موسى ضغط من عمار الدماسين. تعود لفضل التوم. فضل التوم تحويل كرة أمامية لعبد الرحمن كايا. أبو عقل عبد الله، كرة مقطوعة. تعود للصادق شلشل. تعود للصادق مرة أخرى. ضغط حاضر من الشغيل. تحويل كرة لعبد الرحمن كايا. عبد الرحمن كايا، كرة مقطوعة للشغيل. كرة لمدثر كاريكا. كاريكا انطلاقة على الطرف الأيمن. تعود كرة جميلة جدا للجزولي، ولكن حسن عثمان خروج بامتياز. حسن عثمان كما ذكرنا رغم الرباعية، ولكن أداء رائع في هذه المباراة. انطلاقة الآن لصالح مريخ الفاشر. تعود لنصر الدين الشغيل. تتحول لصلاح الجزولي. فضل التوم. فضل التوم يحول كرة لمحمد موسى مقطوعة لنصر الدين الشغيل. أبو عاقل عبد الله لأطهر الطاهر. أطهر الطاهر وخطأ لصالح الصادق شلشل. تبديل حاضر محمد الجيلي، وهنا طبعا الإعادة والخطأ لصالح مريخ الفاشر. دخول محمد الجيلي بالرقم 15. والتبديل الأخير لمريخ الفاشر للكابتن صلاح أبو رنات مدرب مريخ الفاشر. خروج عبد الرحمن كايا بالرقم 14 كآخر أوراق مريخ الفاشر. إذن كلا الفرقتين أكملوا التبديلات الثلاث، سواء كان صلاح أبو الرنات أو طارق العشري. تعود كرة لمحمد الجيلي في أول لمسة للكرة. تعود للخلف لعبد الله ودراوة. عبد الله ودراوة يحاول كرة على الطرف الشمال. تعود لإسماعيل صديق عند بطاقة صفراء. إسماعيل صديق، هناك 3 بطاقات صفراء في هذه المباراة و4 أهداف. تعود كرة ملعوبة لإسماعيل صديق. الوان تو انطلاق الآن. إسماعيل صديق عمل تسديدة، ولكن يونس الطيب ممتاز. يونس الطيب في اختبار حقيقي في التسديدة الماضية لهذا الحارس. شوف الإعادة وتسديدة، ولكن يونس كان حاضر. تعود كرة لعمار الدمازين. فداسي تتحول لعمار الدماسين. تعود كرة من إيشيا. إيشيا كينيدي تتحول مقطوعة لمريخ الفاشر. تتحول كرة ولكن أيضا مقطوعة لإسماعيل صديق. تعود في خط الوسط لمريخ الفاشر. تتحول لصلاح الجزولي. تلاقى أمامية لمدثر كاريكا ولكن مقطوعة. تعود الآن لبشا. بشا يحول كرة للشغيل. تعود كرة لسيف مساوي.
سيف مساوي، كرة أمامية تتحول لكاريكا، تعود مرة أخرى ليشيا كينيدي، يشيا كينيدي تعود للخلف لسيف مساوي، سيف يحول كرة أمامية تعود لفداسي، فداسي انطلاقة، فداسي كرة خطرة ولكن تغطية حاضرة عن طريق عبد الله، عبد الله يحول كرة أمامية تعود لمريخ الفاشر، لفضل التوم، لمحمد خميس، محمد خميس يحول كرة لعبد الله، عبد الله يحول كرة تعود للخلف لمريخ الفاشر، ضغط حاضر من بشا، تحويل كرة لمحمد موسى، محمد موسى وضغط من 3 لاعبين فداسي وايضا الشغيل، كرة عدت مرة تعود لمحمد الجيلي وصافرة وخطأ لصالح مريخ الفاشر. تشجيع هلالي متواصل وفرحة بكل تأكيد برباعية في هذه المباراة. مدثر كاريكا يعود لأثر الطاهر، تتحول كرة من سيف مساوي، محمد عبد الرحمن هدفين، صهيب الثعلب وصلاح الجزولي، رباعية حتى الآن أعزائنا المشاهدين. ونلعب في 30 دقيقة من زمن شوط اللقاء الثاني، آخر ربع ساعة تفصلنا من الزمن الرسمي لشوط اللقاء الثاني. تعود انطلاقة لإسماعيل صديق، صادق شلشل على الطرف الشمال، ضغط من إيشيا كينيدي أو أثر الطاهر، تعود لمريخ الفاشل إسماعيل صديق، إسماعيل صديق يحول كرة تعود لمحمد الجيلي أو محمد ولكن تمر إلى خارج الملعب، تعود رمية جانبية. طبعا نذكر بلغاء الخرطوم الوطني والأهلي ود مدني سوف يلعب يوم 15 من الشهر الجاري باستاد الهلال. طبعا هناك كان خطاب مقدم من نادي الخرطوم الوطني لتلعب المباراة بملعب الأسر، طبعا ملعب خرطوم الوطني، وكرة ملعوبة أمامية لبشا ولكن تعود خطأ لصالح مريخ الفاشر. خرطوم الوطني طبعا بعد عدم لعب لغاء مريخ نيالا نظرا لتدريب نادي المريخ، وايضا ذكر الاخوه في نادي المريخ عدم وصول خطاب لنادي المريخ، بالتالي تضارب في الحديث وفي الخطابات ادى لتاجيل المباراه. نادي خرطوم اتخذ قرار بين يلعب مبارياته في ملعبه في نادي الوسرة، ولكن الاتحاد السوداني على حسب خطاب اللي جانا الان يلعب لغاء الاهلي ود مدني والخرطوم الوطني، مباراه تلعب باستاد الهلال يوم 15 من شهر ابريل الجاري باستاد الهلال حسب البرمجه الصادره من الاتحاد السوداني لكره القدم. ونحن نلعب في اواخر الجوله الاولى للدوري الممتاز السوداني في النسخه رقم 21. تعود كره ليشيا كينيدي، تتحول لابو عقل عبد الله، تحويل لاعب ممتاز على الطرف الايمن وانطلاقه لاطهر الطاهر، اطهر الطاهر ولكن كره مقطوعه تعود لصالح مريخ الفاشر، كره مقطوعه لمريخ الفاشر. تشجيع متواصل من انصار الهلال الحاضرين والمؤازرين للهلال. تعود كره لبشا، بشا يحول كره لابو عقل عبد الله. كما ذكرت الهلال يمرض ولا يموت، جميع الانديه في القاره الافريقيه دائما هناك تذبذب في الاداء سواء كان في البطوله المحليه او الغاريه، وذكرت بالتحديد يعني الاخوه في مصر الاهلي المصري اداؤه كان في المواسم الماضيه غير جيد، وخرج حتى من دوري ابطال افريقيا ومن كاس الكونفدراليه في عام وحيد بعد تغيير لجيل قدم اداء كبير للنادي الاهلي المصري بقياده لعصام الحضري ووائل جمعه وحسام عاشور وعماد متعب وايضا عدد من اللاعبين بقياده لمانويل جوزي. ايضا ذكرت الزمالك ولاشنتي كوتوكو الغاني الغطن الكاميروني وعدد من الانديه الافريقيه الكبيره هي غير حاضره الان حتى في نسخه هذا العام في دوري ابطال افريقيا. حتى كمان الوداد والرجاء، ليس هم الوداد والرجاء اللي معروفين
في التسعينات عندما كان وصل وفاز بالبطولة عام 92 على حساب الهلال. تعود كرة انطلاقة ولكن ضغط حاضر لصالح المريخ. تعود كرة لكاريكا تحول لصلاح الجزولي. الآن تعود كرة لمريخ الفاشر. عباد عبد الله يحاول كرة أمامية ولكن تتحول لسيف مساوي. كل الأمنيات بالصبر من جماهير الهلال على مجلس إدارته في الترتيب مرة أخرى والإصلاح الداخلي في جميع القطاعات. تعود كرة تحول لبشة. بشة يحاول كرة لفداسي لإشيا كينيدي. إشيا كينيدي يحاول كرة أمامية ولكن تعدي وتمر إلى ركلة مرمى لصالح مريخ الفاشر. 35 دقيقة تمر من زمن شوط اللقاء الثاني. آخر 10 دقائق. تتحول كرة أمامية وانطلاق الآن لمريخ الفاشر ولكن كرة تمر تعدي إلى خارج الملعب. إن شاء الله أيضا مساء هناك اليوم في الدوري الممتاز لقاء النسور والأمير، لقاء ضمن مواجهات الأسبوع الثالث عشر للدوري الممتاز. النسور عنده 10 نقاط والأمير 7 نقاط بعد أن تعادل في آخر اللقاء مع النيل شندي بهدفين لكل فريق. تعاد كرة لفضل التوم تتحول انطلاقه الآن لمريخ الفاشر. محمد الجيلي يحول كرة تعود لصادق شلشل ولكن ضغط حاضر. تتحول كرة أمامية. تعود تسديدة ولكن تتحول إلى خارج الملعب. تعود ركلة مرمى لصالح الهلال. ركلة مرمى وسقوط أطهر الطاهر. سقوط أطهر الطاهر. سلامات لأطهر وحديث مع حكم اللقاء معاوية علوان. هلال إن شاء الله سوف يتوجه إلى شمال السودان مدينة الحديد والنار عطبرة. لقاءين مهمين جدا مع الأهلي العطبراوي والأمل العطبراوي الفهود في مواجهات حاسمة جدا يوم 17 و20 من الشهر الجاري شهر ابريل في الدوري الممتاز. طبعا مريخ الفاشر عنده لقاء مع الاهلي شندي حتى الان لم يلعب هذا اللقاء، وايضا لقاءات قادمه لهذا الفريق في ارضه مع مريخ كوستي والرابطه كوستي. لقاءات مع انديه كوستي في الاسابيع القادمه لمريخ الفاشر. وهناك طبعا كره محمد موسى ولكن تغطيه هلاليه حاضره من قبل قلبي دفاع الهلال سيف مساوي عمار الدمازين. تفاهم كبير في هذه المباراة. تعود كرة تتحول من الشغيل ولكن مقطوعة. تعود كرة مرة أخرى للخلف لعماد عبد الله. عماد عبد الله يحول كرة أمامية تعود لأبو عقل عبد الله ولكن تمر إلى خارج الملعب. تعود رمية جانبية ودخول أطهر الطاهر. دخول أطهر الطاهر ينفذ الجانبية. أطهر تعود إيشيا كينيدي لنصر الدين الشغيل. نصر الدين الشغيل تتحول كرة لعمار الدمازين. تعود كرة أمامية لإيشيا كينيدي لبشة. بشة تتحول لإيشيا كينيدي عمل تسديدة ولكن أيضا حسن عثمان حاضر. حسن عثمان حاضر كما كان حاضر في عدد من الكرات الخطرة لصالح الهلال. أبو عقل عبد الله انطلاقه الآن ولصالح الهلال. تعود كرة محكوسة للجزولي ولكن تتحول لمريخ الفاشر. فضل التوم ضغط حاضر من فداسي. تعود ليوشيا كينيدي الغاني لعمار الدمازين. عمار للشغيل. نصر الدين الشغيل لبشة. محمد أحمد بشير بشة يحاول كرة لسيف مساوي. بشة تعود لعمار الدمازين. عمار الدمازين يحول كرة عمار الدمازين بشة. تعود لعمار الدمازين مرة أخرى وضغط على عمار الدمازين وخطأ. خطأ على مريخ الفاشر. كرة ملعوبة سريعة تعود لسيف مساوي.
أطهر الطاهر، تحويل كرة أمامية، آخر 6 دقائق تفصلنا من الزمن الرسمي لشوط اللقاء الثاني. هلال المتقدم برباعية، محمد عبد الرحمن هدفين، صلاح الجزولي، صهيب الثعلب. ثاني أكبر فوز في البطولة في هذا الموسم بعد فوزه على الأمير ب8 أهداف. تعود كرة لعمار الدمازين، تتحول كرة أمامية لصالح الهلال. أطهر الطاهر يحاول كرة يشيا كينيدي، يشيا تعود لبشا، بشا يحاول كرة لمعاوية فداسي، فداسي على الطرف الشمال يحاول كرة لبشا مرة أخرى، بشا تعود لإيشيا كينيدي، كينيدي يحاول كرة لبشا، تلاغة أمامية وضغط لمريخ الفاشر. فضل التوم تعود لمريخ الفاشر لفضل التوم، فضل التوم ضغط من فداسي، تعود لمحمد خميس، محمد خميس يحول كرة لصالح مريخ الفاشر، محاولة لعكس كرة، كرة محكوسة من فضل التوم ولكن تعود مرة أخرى لمدثر كاريكا، مدثر كاريكا يعود مدثر للخلف، يحول كرة لإيشيا كينيدي، تعود لفداسي، تتحول لعمار الدمازين لمعاوية فداسي، تراجع مريخ الفاشر أيضا. هلال يتراجع بالكرة للخلف، تعود لسيف مساوي، سيف يحول كرة لأطهر الطاهر، لمسات في المناطق الخلفية لسيف مساوي، يحول كرة تعود ليونس الطيب حارس مرمى الهلال، تتحول كرة في خط الوسط لإيشيا كينيدي، إيشيا كينيدي آخر 3 دقائق، كرة ملعوبة خاطئة تعود لمريخ الفاشر، تتحول أمامية، تعود انطلاقة للصادق شلشل ولكن كرة خاطئة تعود لمعاوية فداسي، تتحول إلى خارج الملعب، تعود ركلة مرمى لصالح الهلال. مواجهة السابعة ما بين الفريقين في الدوري الممتاز، أيضا هي ثاني أكبر خسارة لمريخ الفاشر من الهلال بعد فاز عليه في عام 2013 في لقاء العودة في أغسطس بخماسية عن طريق كاريكا هدفين وبكر المدينة هدفين وشغيل، وتتحول الكرة إلى خارج الملعب، تعود ركلة مرمى لصالح مريخ الفاشر، كان مغاب الهدف وحيسجل كبقام جوزيف الأوغندي. أول فوز كان في الفاشر عن طريق المالي تراوري بهدفين في فاشر السلطان. تعاد كرة تتحول لمحمد موسى، انطلاقة لكاريكا، تتحول لمريخ الفاشر محمد خميس. لغاية الموسم قبل الماضي عام 2014 تعادل السلبي في لقاء الذهاب وفوز الهلال في لقاء العودة برباعية، إذا ثاني فوز برباعية على مريخ الفاشر. وفي العام الماضي سلبيا تعادلوا في الذهاب، وفي لقاء العودة كما ذكرت اللقاء لم يلعب لانسحاب الهلال من البطولة في العام الماضي، بالتالي يعتبر هلال خسران المباراة بهدفين. يوم اللقاء السابع تعود كرة انطلاقة، محاولة للمرور، تعود لفضل التوم، فضل التوم ولكن عمار الدمازين حاضر، كرة جميلة ولكن سيف مساوي حاضر في رأسية وتغطية ممتازة. تعود كرة إيشيا كينيدي، إيشيا كينيدي آخر دقيقة وبشة وانطلاقة للهلال، بش يحول كرة لكاريكا، كاريكا ولكن راية حاضرة من الحكم الثاني المساعد مختار عوض الله، ركلة حرة غير مباشرة لصالح مريخ الفاشر. آخر دقيقة تفصلنا من الزمن الرسمي لشوط اللقاء الثاني. هلال متقدم أعزائنا المشاهدين برباعية، محمد عبد الرحمن وهدف صهيب الثعلب وصلاح الجزولي، أداء ممتاز، 3 بطاقات صفراء في المباراة وأداء ممتاز للفرقتين. انطلاق الآن ولكن عمار الدمازين يتألق في هذه المباراة وراية حاضرة من عبد الرحمن محمد وصافر وخطأ لصالح الهلال. كرة ملعوبة سريعة، بوعقل عبد الله يحول كرة لفداسي، معاوية فداسي،
فداس يحاول كرة أمامية، تعود لبشا. إيشيا كينيدي يحاول كرة على الطرف الأيمن لأثر الطاهر، ولكن كرة مقطوعة. 3 دقائق وقت بدل ضايع لشوط اللقاء الثاني. يشير الحكم الرابع عبد العزيز جعفر. والآن انطلاقة لمريخ الفاشر. صادق شلشل يعمل كرة، ولكن تتحول شمال الحارس يونس الطيب. ركلة مرمى لصالح الهلال. الهلال بهذه النتيجة يرفع رصيده إلى 34 نقطة في الصدارة. المنافسة للمريخ خرطوم الوطني هلال كادوغلي في أداء ممتاز للاعبي هلال كادوغلي، وتحفيز حاضر من رئيس مجلس إدارة نادي هلال كادوغلي. عرض لكل لاعب في هلال كادوغلي بالأداء الممتاز في هذا العام بعد اللعب سنتر ليج في العام الماضي مع النهضة ربق. في هذا العام حتى الآن بقيادة للمدرب شرف الدين أحمد موسى، مدرب الوطني المتميز. أداء ولا أروع في الموسم. تعود انطلاقة لبشا. تعود كرة للخلف لأبو عقل عبد الله. يحاول كرة، تعود كرة انطلاقة خطيرة. كاريكا جون مدثر كاريكا. يسجل كاريكا كما سجل في أول موسم لمريخ الفاشر في الدوري الممتاز، عندما كانت الخماسية حاضرة في لقاء العودة على هذا الملعب. يضع كاريكا الهدف الخامس والهدف الخامس للهلال، والخماسية الثانية لمريخ الفاشر من الهلال في الدوري الممتاز. دستر كاريكا شوف العادة بكل هدوء، عدى ومرة من عماد عبد الله، هيأ نفسه عمل تسديدة. هدف خامس وأول لكاريكا في هذه المباراة. خماسية هلالية في مرمى مريخ الفاشر، وهي المرة الثانية اللي يفوز الهلال ب5 أهداف في الدوري الممتاز على مريخ الفاشر. كان فاز بالتحديد يوم الثلاثاء 20 مارس أو 20 أغسطس في عام 2013 على هذا الملعب ب5 أهداف مقابل هدف وحيد لكباقام جوزيف لفرقة مريخ الفاشر. أهداف الهلال كاريكا هدفين، بكري المدينة هدفين، والشغيل هدف. بعد انفاز الهلال في لقاء الذهاب للتراوري بهدفين. الآن أيضا خماسية حاضرة. تعود كرة الآن انطلاقة للصادق وصافرة خطأ لصالح الهلال، لصالح أشهر الطاهر. نلعب في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضايع والمغدر ب3 دقائق. سلامات أشهر الطاهر في الكرة الماضية والظاهرة في الإعادة. خطأ لصالح الهلال. تشجيع مؤازرة حاضرة، واليوم أداء الهلال أفضل بكثير جدا. 5 أهداف. محمد عبد الرحمن هدفين، صهيب الثعلب هدف، جزولي هدف، ومدثر كاريكا أيضا هدف. خماسية هلالية يرفع رصيده إلى 34 نقطة في الصدارة. طارق العشري بدأ يتلمس الخطأ في تشكيلة الهلال في انسجامه مع فرقة الهلال. مدرب طارق عبد اللطيف السيد العشري، اسمه الكامل طبعا ولكن مشهور بطارق العشري، من مواليد 64، وظيفه بكالوريوس آداب. تعود كرة تتحول الطرف الشمال لمدثر كاريكا يعمل كرة معكوسة، ولكن تغطية حاضرة. تعود مرة أخرى للهلال صلاح الجزولي يحول كرة لكاريكا. صراع المؤخرة النسور والنيل والأمير البحراوي، والأمير لاعب مساء مع النسور. حول كرة، ولكن الآن أطلق حكم اللقاء معاوية علوان صافرة نهاية هذه المباراة. لقاء الهلال ومريخ الفاشر ضمن لقاءات الأسبوع 13 أو 14 للدوري الممتاز، بفوز الهلال ب5 أهداف. هدف الأول عن طريق محمد عبد الرحمن، أو هدفين لمحمد عبد الرحمن، هدف لصهيب الثعلب وهدف
لصلاح الجزول. واخيرا اختتم مدثر كاريكا الخماسيه الهلاليه في شباك حسن عثمان. بهذه النتيجه الهلال يرفع رصيده الى 34 نقطه، يبغى مريخ الفاشر ب 12 نقطه في المركز الثالث عشر في روليت هذه البطوله. تقبلوا تحياتي وتحيات كل التيم العامل والى الملتقى.